إطلاق أكثر من 650 طائرا من طيور الحسون المحمي بموجب القانون، وقد تمت العملية على مستوى غابات الولاية بحضور اللجنة الولائية. تم إطلاق أكثر من 600 طائر حسون على مستوى غابات ولاية وهران من أجل يعني تفعيل وكذلك يعني إكثار الطيور التي كانت في مصنفة وكذلك في طريق الانقراض. العملية تمت رفقة اللجنة الولائية وإن شاء الله تكون بشرة خير على غابات ولاية وهران. تنسيق محافظة غابات مع اللجنة الولائية لمحاربة الصيد المحظور في حضور عملية إطلاق طائر حسون الذي يعد طائر محمي قانونا والذي هو محمي بالمرسوم التنفيذي رقم 1235. هذه المبادرة لم تقتصر على الجهات المعنية فقط، بل شاركت فيها جمعيات وحتى أطفال الذين طالبوا بعدم اصطياد هذه الأنواع النادرة والتي تواجه الانقراض. اليوم شاركنا في إطلاق العصافير، ونتمنى من الناس ما يزيدوش يصيدوا العصافير وكاع، ونخليهم يعيشوا في الطبيعة في المكان تاعهم الطبيعي بحرية وسلام. شاركنا في إطلاق سراح طائر الحسون أكثر من 650 طائر حسون، هذا في إطار محاربة الصيد العشوائي والحفاظ على الثروة الغابية خاصة الأصناف النادرة. ونحن في طريقنا قامت مصالح الغابات باعتراض صيادين قاموا بالصيد بطريقة عشوائية سيتم تقديمهم أمام العدالة. تم ضبط صيد أشخاص يقومون بالصيد جائر رفقة متلبسين بطاردة من نوع الأرنب وكذلك الصيد يعني بالكلاب الصيد والنمس اللي هو صنف محمي. الأشخاص تم يعني أخذ يعني الوثائق وتم تسميعهم لدى يعني مصالحنا المختصة لتقديمهم أمام العدالة. لما كنا في الطريق لإطلاق طائر حسون قمنا باعتراض طريق صيادين غير شرعيين، حيث كان بحوزتهم ايضا طاردة مع الشباك، ولتعتبر هذه الوسائل محظورة. جهود من هنا وهناك لحماية الثروة الغابية والحفاظ على الأصناف النادرة قد تساهم في إعادة التوازن البيئي وزرع ثقافة بيئية لمستقبل أفضل.